السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم رب وبحمدك، سبحانك ربي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي أنا محتاج النهاردة إن أنا أفهمك في الفيديو ده على كم معلومة كده، لأن هي بانت ليا بالصدفة امبارح يعني. فأنا هقول لك إيه اللي بيحصل بالظبط في نظام إن العلف بيبقى فيه ارتفاع. وأنا بشكر الأستاذ محمد حمادة إن أنا بصور من مزرعته علشان هو سامح لي بالفرصة ديت يعني. فأنا بشكره جدا، وإن شاء الله رب العالمين عايزك تركز معايا في الفيديو ده، علشان أنا أصلا زعلان من الكلام اللي سمعته من الراجل اللي جالي امبارح. فعلشان ارتفاع الأسعار ده طبعا مش بإيدينا والله خالص. يعني أنا بعمل العلف ده أصلا، علف مزرعة حسان ده أنا بعمله لمزرعتي، الهدف منه مزرعتي. حد تاني بيجي ياخده مني او بيجربه وبيعجبه فبيستمر معايا وبياخد مني العلف. فانا بحط على الربع، على ال 25 كيلو بحط عليهم 5 جنيه. انا لا بحط اكتر ولا اقل. انما الارتفاع بقى المبالغ فيه هقول لك بيحصل ازاي. يعني حد بيجي ياخد مثلا، كان في واحد بياخد مني العلف الشكاره ب 360 جنيه وجا ياخدها مني تاني لقاها ب 400 جنيه. فهو حاطط في دماغه ان انا رفعت 40 جنيه مره واحده. لا، ده ما بيحصلش ومش ده طبعي، ولا اعرف اعمل الكلام ده، لان ده اسمه افتراء. لا، انا بقى هشرح لك ازاي العلف بيرفع معايا بالطريقه ديتي، وازاي هو بيظن فيا ظن السوء ده. انا عارف ان في ناس هتزعل من الكلام اللي انا هقوله، يعني في ناس اصحاب علف هيزعلوا من الكلام اللي انا بقوله، بس انا ماليش دعوه، انا بتكلم لله، ماليش دعوه باي حد. احنا بنروح مثلا نعمل العلف، بنعمل 2 طن ونص مثلا. لما بروح اعمل 2 طن ونص بيكلفهم، يعني انا هشرحها لك بكل بساطه عشان تاخد بالك معايا. انا لما رحت عملت 2 طن ونص اللي فاتهم، عما جبتهم لما مزرعتي كان الشكاره الربع متكلف علي بعد العربيه وبعد كل حاجه 355 جنيه. 355 جنيه كنت ببيعه ب 360 جنيه. ال 2 طن ونص دول كام شكاره؟ دول 80 100 شكاره. ال 2 طن ونص 100 شكاره، 100 ربع 25. ببيع من اول ربع لحد الربع ال 100 ب 360 جنيه، ما بزودش. يعني دول ممكن يتباعوا مثلا وليكن في 15 يوم، بعد ال 15 يوم ابيع الربع ب 360 جنيه، ما بزودش. تمام؟ قعدوا عندي اسبوع، قعدوا عندي اسبوعين، قعدوا عندي 3 اسابيع، انا ما بزودش كل يوم. فانت بتيجي مثلا، الراجل ده بياخد مني من اول 2 طن ونص، كل يوم يجي لي مثلا، او يوم ويوم، يوم ويوم كان بيجي ياخد علف. فكل يوم ويوم يجي، فبقوم عاطيله العلف ب 360. فات يومين مثلا ويجا بياخد الربع الثاني ب 360، لحد ما العلف بيخلص مثلا في 15 يوم، يقوم هو اخر ربع واخده مني ب 360، وانا رحت عملت علف وجيت بديهوله ب 400 جنيه. يبقى رفع قد ايه؟ رفع 40 جنيه مره واحده. انا ما هوش انا اللي رافع ال 40 جنيه اولا، لان انتوا حضراتكم طبعا ما فيش حد النهارده بيربي ارانب الا ما هو قاعد على النت، شايف البورصه بتاع الخامات، شايف اللحم بكام، عارف الامهات اسعارها ايه. النت مفتوح للجميع وكل الناس بتعرف، وكل الناس عارفه السعر اول باول، وما عادش حد بيعرف يخبي ولا اي حاجه. فلما هو قعد ال 15 يوم ياخد مني لحد الاخر، لما رحت عملت العلف وجيت العلف رفع عليا، فانا جيت العلف متكلف عليا لما وصل لمزرعتي، لما وصل قدام مزرعتي عندي اتكلف عليا 390 جنيه. كلف كام؟ 390 جنيه. انا بقول الكلام ده بكل صراحه. طيب 390 جنيه لما الباب مزرعتي، انت بتيجي تاخده مني ب 400 جنيه، في 10 جنيه في الربع. حد تاني بيقوم يقول لي يا عم محمد كان يومين بياخده و95 جنيه، عشان حضرتك تبقى واضح معايا. طيب حد تاني بيجي ياخده مني تجاري، او مثلا يقول لي انا هاخد نص طن على بعضه بديهوله و95 جنيه، وهو بيبيعه ب 400 جنيه، وانا ببيع زيه بعد شكاره ب 400 جنيه للناس، عشان برضه الفكره تبقى واضحه لك. طب هو ايه السبب انه ارتفع معاه مره واحده؟ ان انا ما جيتش في الكبسه الاولانيه وهي متكلفه عليا الربع 355،
كل يومين يجي لي اقول له ده بقت ب 360، ده بقت ب 365، لغايه ما اخلص ال 100 ربع هكون بعت ب 400 جنيه. يبقى هو متكلف عليا الربع لما المزرعه 55، وعما خلصت ال 100 ربع بعت لاخر ربع ب 400 جنيه. يبقى كل يوم انا برفع 5 جنيه، بزودها فين؟ في المكسب، ما بزودهاش الوقت في اصل العلف. فكل يوم لما انت تجيلي فبيطلع تدريجي تدريجي وانا بكسب. فانا ما برضاش اعمل مع الناس كده، ببيع من اول شكاره لاخر شكاره لحد ما اروح اعمل العلف واجي رفع عليا باخد 5 جنيه من اول شكاره لاخر شكاره. فعشان كده هو بيفكر ان انا رفعته 40 جنيه مره واحده. لا، ما انا ما رضيتش ارفع لك في كل يوم 5 وازود مكسبي، كل يوم 5 وازود مكسبي. لا، انا ببيع من الاول زي الاخر لغايه ما اخلص ال 2 طن ونص. اروح الاقي الاسعار رفعت قوي، بشوفه اتكلف كام، ابدا ارفعه تاني. يبقى انا برفع العلف كل قد ايه؟ كل مره بروح اكبس فيها بشوفه اتكلف عليا قد ايه، ببدا ارفع هنا. يبقى انا ما برفعوش كل يوم. الناس بتكلمني بياخدوا مني مثلا نص طن، يقول لي انا هرفع العلف، الصويا رفعت، كلمني علشان اعرف اجيب لك الفرق. الفرق ازاي بقى؟ ان هو مثلا واخد النص طن ده من سعر مثلا كام؟ من سعر 190 جنيه مثلا 390 جنيه الشكاره. فاما باجي اعمل له العلف المره الثانيه بيلاقيه بقى بياخده مثلا من سعر 400 جنيه، من سعر 420 جنيه. فبيبقى هنا فرق فلوس. هو لما بيلم فلوسه بيجي يبص يلاقي الفلوس اللي معاه بتاع النص طن مش مكفيين النص طن الجديد. فعاوز فرق الفلوس ده يجيبه من مين؟ من اللي بياخد منه العلف. ودي فكره تجاريه ماليش دعوه بيها. انا ما برضاش اعمل كده. والله انا بكبس العلف المره دي مثلا متكلف عليها 14000 مثلا، اروح المره اللي بعدها الاقي العلف داخل في ال 15 ونص، داخل في ال 16، بيزيد. فالفرق ده هنجيبه منين؟ المفروض ان احنا الفرق ده كل يوم كل ما يعلى الحاجه نبيع. انما انا ما برضاش اعمل كده وبسهل الامور على الناس. فعشان كده ما تظلمنيش، واعرف ان انا كل عربيه بروح اجيبها من اول شكاره لاخر شكاره، اما اخلصها اروح اعمل جديد رفع، بقوم رافعه، اللي بيرفع عليا برفعه عليك علشان الدنيا تفضل ماشيه مظبوط. انما انا ما بفكرش ان انا كل يوم ارفع عليك العلف زي الناس التانيه. فرجاء ما تظلمنيش وما تظنش ان انا برفع 40 جنيه ابدا. انا والله 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 ربنا اللي عالم، انا باخد يعني اقصى حاجه في الشكاره في بعد ربع 10 جنيه، في بعد ربع. انما تلاقي الناس بتاخد مني ب 390، تاخد مني والله العظيم. انا كان عندي حد النهارده قاعد يتكلم معاه اديته له ب 390 زي ما هو متكلف عليا، علشان هو جاي لي لاول مره وعاوز يجرب العلف. يعني في علف انا ما باخدش فيه فلوس. فمحدش يزعل مني ان يلاقي ان العلف رفع مره واحده. بس شوف رفع عليك بعد كام يوم، بعد قد ايه، بقالك فتره بتاخده بقى مني بالسعر ده. يعني ساعات انا كنت ببيع ب 360 ال 2 طن ونص اللي فاتوا، وناس تانية علفها وصل ل 420. اقول لك علف مشهور قوي في السوق وصل، وانا ببيع علف مزرعه مكلفه صارف عليه، ما بهزرش فيه عشان ارنبي، ببيعه ب 360. وعلف شعبي معروف في السوق انا من غير اسامي خالص كان ب 380 جنيه وب 390 جنيه. طب ليه ما جيتش قلت لي علفك رخيص ليه؟ فيعني علشان بس ما تظلمنيش انا حبيت اوضح الفكره للناس. تحياتي لكل الناس. انا عارف ان في ناس هتزعل مني لان في ناس عامله جروب واتس بينها وبين الناس اللي بتدي لها علف. يعني ايه؟ يسجلوا على الواتس ارفع العلف 5 جنيه عشان الصويا رفع في نفس الكبسه، في نفس الكبسه. يعني ما راحش كيبس جديد ويجي، لا، في نفس الكميه اللي هتقال ارفع علشان ما تزعلش بعد كده وتقول انت غليت عليا العلف. فانا بقول لك ارفع اهوتي كل ما الصوره تزيد ارفع. طب ليه كده؟ عشان ايه؟ هما ده شغلهم وهم حرين وما يزعلوش مني برضو ان انا بقول كده. بس انا بوضح للناس. تحياتي للجميع، يا رب دايما تبقوا في افضل حال ومن نجاح لنجاح. معلش اعذروني ان كنت منفعل شويه في الفيديو، بس انا زعلت والله على اللي حصل لي والكلام اللي سمعته. واي حد عايز العلف يعني الراجل ده بياخده مني اللي انا بصور في مزرعته ده، بياخد العلف مني والله والله. هو بياخد مني علشان ما نبقاش يعني بياخد نص طن بنص طن.
يعني يا استاذ محمد انت خدت كل ما بتيجي تاخد نص طن بنص طن برفعه لما يكون في الكبسه الجديده؟ كل مره بلاقي سعر زياده، فهمتني؟ وانت مضطر لكده، هتعمل ايه؟ يعني ما فيش سعر ثابت، ما خدتش الطن على بعضه نص ونص الاقيهم سعر ثابت. هقول لك على حاجه، الراجل ده انا فرجته مره، وريته الفواتير. حصل. فانا مش محتاج ان انا اوري للناس فواتير، انا بعمل علف ده لنفسي يا جماعه، واللي عايز ياخده انا خدامه وعلى دماغي ما فيش فيها مشكله. انما تظلمني لا، معلش ببقى يعني زعلان من النقطه ديتي، لان انا براعي والله العظيم الناس، ومش عايز والله العظيم انا اتمنى ان العلف يرخص على الناس، لان انا اول واحد انا يعني انا بعلف زيكم وبتكلف عليا وببقى زعلان قوي، يعني هعمل ايه؟ بس بايدي ايه؟ ما دي حاجه ناس على الناس كلها مش عليا لوحدي. ما تنزلش في الخام. انما انا ما برضاش انزل ابدا، يعني مش عشان ارخص لك العلف اقلل في الخامه او اشيل له علاج او اعمل كده واضرب لك ارانب وارانبك يجرى لها مشاكل وترجع، لا انا ما بعملش كده، انا ثابت، وزي ما بعلى بعليه، وزي ما شرحت لحضرتك الفكره، والناس اللي شغاله معايا بالعلف عارفه كده، ويعني ما حدش يزعل مني معلش من الانفعال. تحياتي للجميع، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، دايما مشرفين ومنورين على قناه اخوكم محمد حسان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.